ومدرب بالماضي يستحيل تقول انه هو مدرب ما يفهمش كره او ما عندوش تاريخ. انا نقول لك كلمه وبحث، اي مدرب يجي في بالك الان بالماضي فاز عليه. اي مدرب يجي في بالك. مدربين عرب به طبعا. هو كل المدربين العرب مبداها شوف من الغرب، مدرب من حتى كلهم. اذا المدرب جمال بالماضي قوي فنيا، قوي تكتيكيا. طب شوف لماذا يقال عليه شوف بأنه انا مره وجبل بالماضي عمل زوج اشياء جميله على مستوى النادي اللي كان فيه، على مستوى المنتخب. وهو فاز على المنتخب الجزائري بعد كاس العالم 2014 وجاب كاس الخليج من السعوديه. تعرف شو ما تجيب يعني. صحيح. احنا يقول شو عمل فينا الجزائري، قلت له انا ماذا بيا نقول لك اسمه شكون هذا قلت له ليش ما خليتوش اصلا انتم الان اقصيتم الدور الاول تاع كاس العالم. قطر اقصيت في الدور الاول 2018 وفي برنامج بالماضي كان حاب. الرجل غير لي مسار النقاش. كنت انا واقف وكان المدرب كيفن كيغان، وكان هذا المدرب اسمه ميلاتينوفيتش الصربي. غير لي الموضوع. انا اقول له نحكي لك على بالماضي ليش ما خليتوش في اطار البرنامج. هو يغير لي من بعد فهمت انه لانه من بعد بدات ترجع الشريط بيا لورا. انا كنت نروح لقطر كل سنه يعني يدعوني باش نحضر جائزه افضل مدرب. بالماضي يكون الافضل يحطوه في المركز الثاني. هو شو بيعمل؟ والله ياخذ الجائزه ويفتح الباب ويروح، ما يحضرش حتى الحفله. يعني كان شوي. وانا قلت لك جيب اي مدرب تحب نسمي لك نسمي لك. مدرب المنتخب المغربي اللي كان مدرب منتخب تونس، كلهم بالماضي في الدوري القطري كان يربحهم تكتيكيا فنيا. وحاجه اخرى حتى في قطر كان عمليه استفزاز اعلامي يقوي له ما لم يقل ويعملوا كذا، ولكن هذا هو قدره. درك هو الان بالنسبه للكره الجزائريه والاتحاديه الجزائريه، لانه انت الان امام معضلات. انت تفهم انه هذا المدرب بالنسبه للبرنامج رئيس الاتحاديه ما جابليش نتائج، السلام عليكم، وهذا من حقه. لكن الخوف انه تتسرب معلومات، تدخل حكومي كذا، هذا حيضر بالمنتخب ويضر بالاتحاديه، وقد ندخل في مشاكل اخرى نحن في غنى عليها. طيب اليوم اذا كان حبوا يتخلاوا عليه انا اتصور اخسر وفارق.